أهلا وسهلا بمتابعين قناة المصمم عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعداء جدا بانضمامكم إلينا اليوم لمشاهدة هذا الفيديو الخاص والمثير، حيث نأخذكم في رحلة داخل أسرار السياسة والاستخبارات. فلتجلسوا براحة واستعدوا لتغوصوا معنا في عالم شفرة المعلومات لعلي عبد الله صالح. في عالم حيث تصنع الحروب في الغرف المغلقة وتبنى الدول على أسرار لا يعرفها أحد، هناك رجل كان يعرف كل شيء قبل أن يسأل عنه. رجل جعل من المعلومة سلاحه الأول ومن الصمت أدواته الخفية. هذا هو علي عبد الله صالح، الزعيم الذي أدار أكبر جهاز مخابرات بشري وقلب قواعد السياسة رأسا على عقب بذكاء فائق. في هذا الفيديو سنغوص في عالمه لنكشف أسرار شفرة المعلومات التي جعلته دائما يسبق خصومه بخطوة أو بخطوات. في عالم السياسة المعلومة هي العملة الأغلى، ولكن بالنسبة لعلي عبد الله صالح كانت المعلومة هي درع البقاء. لم يكن يعتمد فقط على التقارير الرسمية التي تصله من أجهزة أمن الدولة أو الاستخبارات العسكرية، بل كان هو نفسه رأس الهرم المعلوماتي. كان يؤمن أن التقرير الذي يكتب على الورق قد يزور أو يجمل، لكن ما تسمعه الأذن مباشرة من أفواه الناس هو الحقيقة التي لا تقبل التأويل. تخيلوا رئيس دولة يستطيع تذكر كل وجه صافحه وكل اسم ذكره له أحد المرافقين منذ 20 عاما. هذا لم يكن مجرد موهبة، بل كان ذكاء فولاذيا في حفظ المعلومات. لم يكن صالح ينسى شيئا، وكان يستخدم هذا السلاح السياسي بدقة مذهلة. عندما يدخل شخص على رئيس الدولة قد يبادره بالسؤال عن أحوال قبيلته أو عن مشكلة محددة في قريته، بل ويذكر اسم ابنه الأكبر. في تلك اللحظة يسقط أي دفاع لدى الطرف الآخر، ويتحول من معارض أو محايد إلى شخص يشعر بالامتنان والولاء المطلق، لأن الزعيم يهتم بأدق تفاصيله. في جلساته مع الناس، سواء كانوا مشايخا أو أعيانا أو مثقفين وحتى المواطنين البسطاء، كان صالح يحول كل اجتماع إلى غرفة عمليات مفتوحة. لم يكن يتحدث كثيرا في البداية، بل كان يستمع، يراقب لغة الجسد، يلاحظ نبرات الصوت، ويلتقط الهمسات التي تدور في زوايا المجلس. من خلال هذه المراقبة الدقيقة يعرف من هو الشيخ الذي بدأ يتململ، ومن القائد الذي يطمح لأكثر من منصبه، ومن التاجر الذي يحاول اللعب من خلف الستار. كل هذه البيانات كان يحولها لاحقا إلى قرارات سياسية مذهلة في دقتها. وكان أحد أخطر أسلحته المعلوماتية، ما يمكن تسميته المعلومة المفاجئة. أحيانا يستدعي مسؤولا أو معارضا، وفي وسط الحديث يرمي بجملة تحتوي على معلومة سرية جدا عن ذلك الشخص، معلومة كان يظن صاحبها أنها دفنت معه. الهدف من هذه الحركة لم يكن التهديد المباشر دائما، بل هز الثقة بالنفس. كان يرسل رسالة صامتة مفادها: أنا معك في الغرفة حين تتحدث، وأنا خلفك حين تخطط. هذا الأسلوب جعل خصومه يعيشون في حالة من القلق المستمر. فكيف تحارب خصما يعرف عنك أكثر مما تعرف عن نفسك؟ لم يكن صالح يستخدم المعلومة للعقاب فقط، بل كان يدير شبكة الولاءات والتحالفات بذكاء فريد. كان يعرف نقاط ضعف الجميع، ليس ليذلهم، بل ليعرف كيف يمتلكهم. لكل شخص مفتاح، أحدهم مفتاحه المال، والآخر الجاه، والثالث قضية قبلية قديمة. في الوقت المناسب كان يتدخل ليحل مشكلة مستعصية بكلمة واحدة، فيجعل ذلك الشخص مدينا له بالولاء مدى الحياة. لقد بنى شبكة من الجمائل والمعلومات،
جعلت الخروج عن طاعته مغامرة غير مأمونة العواقب. وفي النهاية استطاع علي عبد الله صالح أن يخلق انطباعا لدى الشعب اليمني بأنه الحاكم الذي لا ينام، يعرف ما يدور في أقصى جبل في صعده، كما يعرف ما يدور في شوارع